أهلا بيكم، يا رب تكونوا جميعا بخير. بنتعلم إزاي نحضر سلسلة كاملة من الوصفات الاقتصادية كبدائل صحية، وكمان هنوفر كتير من شراء المنتجات من السوبر ماركت بأسعار غالية. في وصفة النهاردة هنتعلم إزاي نحضر الزبادي اليوناني في البيت بمكون واحد، وكمان بطريقة اقتصادية وسهلة جدا في التحضير، وسر نجاح وتماسك الزبادي اليوناني. وهنتعلم إزاي نحضره بمنتهى السهولة والنجاح. عندي كيلو من الحليب، وكمان هبتدي أغليه كويس جدا. بعد الغليان هبتدي اوطي النار خالص على نار هادية علشان احصل على حليب كامل الدسم ما فيهوش اي ميه زايده. مهم جدا الخطوه دي عشان تديني سر تماسك الزبادي اليوناني وسر نجاح الزبادي. هرفع الحليب بعد مرور 10 دقايق من الغليان على سطح خشبي. هسيبه يبرد عشان احصل على قوام دافي للحليب. درجة حرارة الحليب بتكون تقريبا 50 درجة مئوية. انا مش عايزة الحليب ساخن جدا ولا بارد، دي درجة الحرارة المناسبة لتحضير الزبادي الناجح. عندي كوب من الزبادي اليوناني يكون بدرجة حرارة الغرفة علشان يديني نتيجة ناجحة جدا. وكمان سر تماسك ونجاح الزبادي ان تكون خميرة الزبادي بدرجة حرارة الغرفة مش باردة من التلاجة. ضفت كوب من الزبادي اليوناني على كيلو من الحليب، وهقلب كويس جدا. هقلب من تحت الفوق، ولازم اتخلص تماما من اي حبيبات او حاجات زايدة جدا من الحليب. مهم جدا ان تندمج كل مكونات الحليب مع الزبادي علشان احصل على قوام متجانس جدا ما فيهوش اي تكتلات او حبيبات من تحت. زي ما احنا ملاحظين حتى بعد التقليب بالمعلقة هلاقي فيه حبيبات، ده دليل على انه ما تقلبش كويس. هبتدي دلوقتي علشان احصل على قوام ناجح جدا للمزيج الزبادي، خميرة الزبادي مع الحليب. هبتدي اخفقهم في اناء تاني بالهاند بلندر او بالخلاط علشان يديني نتيجة ناجحة جدا. لو سبت التكتلات دي موجودة من غير ما يندمج الحليب مع الزبادي هيكون في مية من فوق، وهيكون عندي الحليب مش متماسك، ومش هيكون الزبادي ناجح. هخفق كويس جدا بالهاند بلندر لمدة دقيقة واحدة علشان اتأكد تماما ان كل خميرة الزبادي اندمجت مع الحليب. اتبعوا النصائح البسيطة دي هتحصلوا على زبادي يوناني ناجح جدا، اجمل من اللي بيتباع بره في المحلات، وطعمه حلو وكمان اقتصادي جدا وموفر جدا. في اكواب التقديم هبتدي اضيف في المهم جدا ان الاكواب اولا تكون جافه ما فيهاش اي نسبه رطوبه. هبتدي اضيف كميه الحليب مع الزبادي اللي خفقتهم، وهبتدي اضيفهم في فرن ساخن لمده 5 دقايق. حراره الفرن تكون دافيه. لو الجو بارد شوية هسيبه لمدة 10 دقايق، وبعد كده اتأكد تماما ان الفرن ما يكونش ساخن جدا. انا عايزة الفرن دافي عشان يعني اوفر للخميرة او الخميرة البكتيريا النافعة اللي موجودة في الزبادي تتفاعل وتنشط، وكمان احصل على زبادي ناجح جدا. بعد ما ضفت الكمية عملت حوالي تقريبا 6 أكواب ونص من الزبادي اليوناني. هبتدي أرفعهم في البوتاجاز لمدة لا تقل عن 6 ساعات. بعد مرور 6 ساعات هحصل على زبادي متماسك وناجح جدا لانه وفرت له كل عوامل النجاح، ما فيهوش اي ميه من فوق، وكمان متماسك. هسيبه لمده لا تقل عن 4 ساعات في التلاجة، وبعد كده هيكون عندي جاهز للاكل او جاهز لتحضيرات كتيره. ممكن نستخدمه كوصفه غداء في صوصات كتير، زي ما اتعلمنا قبل كده تحضير صوص الطحينه مع الزبادي بيدي طعم حلو جدا. او ممكن نستخدمه كوجبة عشاء مع فاكهة خفيفة جدا، وهتكون وصفة صحية وكمان غنية ومفيدة جدا. شكل الزبادي متماسك جدا. ممكن لو عايزين نضيف ليه نكهات مختلفة علشان الأطفال مش بتحبه سادة، يبقى هبتدي أضيف ليه صوص فراولة. ممكن هنشكلها على أشكال زي ما يحبوا، خطوط عشوائية أو وردات. الخطوة دي هيكونوا مبسوطين بيها جدا الأطفال. ده طعم الزبادي بالفراولة، ده الطبق الأول. أو ممكن نضيف ليه صوصات كتير، ممكن نضيف ليه شوكولاتة مذابة، هيكون مبسوطين بيها جدا الأطفال. أو ممكن ده كان صوص التوفي اللي كنت محضراه في الفيديو السابق، ممكن ترجعوا له. هعمل بيه برضو أشكال وردات أو أي خطوط عشوائية زي ما تحب الأطفال.
دي طريقة تحضير الزبادي اليوناني. اتبعوا الخطوات. لازم مهم جدا بعد غليان الحليب يكون عندي يغلي لمدة 10 دقايق كاملة، وكمان يكون متماسك جدا معايا، ده علشان يديني قوام ناجح جدا. اتخلص من كل البخار الزائد والمية الزايدة اللي موجودة في الحليب عشان يديني حليب كامل الدسم، هيساعدني على نجاح الزبادي اليوناني. قدمت لكم الزبادي السادة وكمان الزبادي بصوص الفراولة وصوص الدولسي دي ليتشي، او ممكن اي صوصات بتحبوها. حضروا طريقة الزبادي اليوناني بطريقة اقتصادية في البيت موفرة جدا. من كوب واحد من الزبادي اليوناني عملت 7 أكواب من الزبادي اليوناني، وكمان بطريقة صحية وناجحة جدا وسهلة في التحضير. كل المكونات متوفرة في كل بيت. أنا عملت بمكونين فقط، هي خميرة الزبادي وكمان الحليب. بتمنى يكون الفيديو النهاردة عجبكم، ولو انتم جداد على القناة، أنا حنان مصطفى بقدم محتوى التغذية الصحية، وصفات خالية من السكر والدقيق والزيوت المهدرجة. وأشوفكم على خير في وصفات صحية ولذيذة واقتصادية في فيديوهات جديدة قادمة إن شاء الله.